السلام عليكم. النهاردة هنبدأ lesson 1 من دروس تأسيس الماس A count numbers up to 3. يعني احنا هنعد الأرقام من 1 ل3. يلا نبدأ. the number عندنا هنا النمبر كام؟ عندنا هنا number 1. there is one giraffe. يعني احنا عندنا هنا one giraffe، يبقى 1A 1 giraffe. يبقى الأرقام أول رقم عندنا في الحروف عندنا هنا رقم 1 أو number 1. نشوف اللي بعده. circle one object in each group. يعني احنا عايزنا هنا نعمل دايرة على حاجة واحدة في الجروب. عندنا هنا two cats، قطة وقطة، لكن هو عايزين هنا نعمل دايرة واحدة، يبقى هنقوم عاملين على قطة ونقوم عاملين عليها دايرة، يبقى هنا ايه one cat، يبقى دي ايه one cat. طب عندنا هنا الدوجز، عايزنا بس نعمل على دايرة واحدة على كلب واحد، فهنقوم عاملين عليها دايرة، نقوم عاملين مثلا على الدوج دوت، يبقى دوت ايه one dog. يبقى عندنا هنا one cat one dog. طيب اللي بعده عندنا هنا النحلة، والنحلة يعني ايه؟ نحلة يعني بي. طيب نقوم عاملين عليها دايرة one بي. عندنا هنا الرابت، أرنب رابت، يبقى هم عايزين هنا نعمل دايرة على حاجة واحدة بس، هنقوم عاملين عليها دايرة، وهنا يبقى عندنا كام؟ one rabbit، يبقى عندنا ايه؟ one rabbit. طيب عندنا الدكس، البطة يعني duck. طب عايزين هنا نعمل دايرة على بطة واحدة، هنقوم عاملين عليها دايرة. تمام؟ يبقى circle one object in each group. هنعمل هنا عندنا دايرة على القطة cat، one dog one bee one rabbit one duck. طيب نشوف اللي بعده ونخلي بالنا من النطق. عندنا هنا رقم 2 number 2، يبقى عندنا هنا رقم كام؟ number 2. there are two horses. يبقى عندنا أو عرفنا إن الحصان يعني إيه؟ اسمه horse. يبقى عندنا are two horses. one two 1A 1 2. the number 1 2 1 2 1 2. 1 يعني صابع واحد أو horse واحد. 2 horses 1 2. نشوف اللي بعده. color two objects in each group. يعني هو عايزنا هنا نلون 2 في الجروب. طيب عايزنا هنا ايه؟ نلون 2 بقرة، يعني ايه؟ بقرة كاو. طيب ودي كاو، عايزنا نلون رقم 2 او نلون 2 كاو، نقوم عاملين عليها هنا ملونين، وانتوا طبعا تلونوا في الكتاب زي ما انتوا عايزين بالالوان الجميلة بتاعتكم. طيب نلون 2 كاو، نلون 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 نلون. تمام. طيب عندنا هنا الدك، البطة، نغير اللون نخليها مثلا اخضر. ايوه اخضر يعني ايه؟ اخضر جرين، والحاجات دي كنا عارفينها من الكيجي. يبقى نقوم ملونين لونين لونين. 1 duck 2 duck 2 duck 2 ايه 2 duck. يبقى وعندنا هنا كمان الهورسز، الحصنة، نلون 2 2 horses 1 1. يلا نلون لون لون color color color. شاطرين. والتاني لون 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 color color color. ايوه يبقى احنا كده لونا الحصنة. طيب نغير اللون مثلا الحصنة، احنا لونا البط بالاخضر. طيب نخلي مثلا لونها ايه؟ وليكن مثلا ماشي نشوف اللون ده ازرق مثلا، ازرق بلو. لون 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 لون. تمام. نشوف اللي بعده. 3 number أو number 3. the number 3 there are 3 shapes. يعني عندنا 3 خرفان. 1 2 3.
طيب يبقى number 3 1 2 3 number 3 there are 3 ships يعني هنعد 3 1 2 3 1 1 sheep 2 sheep 3 ships تمام. يلا شوف اللي بعده tick through the group of 3 objects يعني هو عايزنا نحط علامة الصح في الجروب أو المجموعة اللي فيها رقم 3. طب تعالوا نعد مع بعض 1 2 3 4 5 طيب دمت رقم كام؟ دمت 5. طب هو عايزنا 5 ولا 3؟ يبقى دي مش معانا، يبقى العصافير البرد دي مش معانا. طيب نشوف الهورسز اللي بعده 1 2 دمت معانا كام؟ معانا 2. طب هو عايز 3 يبقى دي معانا؟ لا. طيب نشوف الكاو اللي بعده 1 2 3 طب هو عايزنا هنا علامة على رقم 3 3 يبقى دي هتكون معانا، هنقوم عاملين علامة صح. تمام. نشوف اللي بعده اللايون الأسد lions 1 2 3 4 دمت رقم كام؟ 4 يبقى دي طبعا مش هتكون معانا. ليه؟ لأن هو عايز 3 بس مش 4. تمام. يبقى أخدنا 1 2 3 ودي 1 1 2 3 والمطلوب معانا رقم كام؟ 3. تمام. نشوف اللي بعده يلا 1 color one object in each group يعني هو عايزنا هنا نلون واحد أو حاجة واحدة من المجموعات زي ما هو جايب لنا هنا قلم بن أو قلم رصاص بنسل. طيب هو ملون هنا عندنا قلم واحد بس يبقى نقوم عاملين عليها نلون حاجة واحدة بس. طيب نشوف اللي بعده trees يعني دي أشجار. طيب نلونها باللون الأخضر. ماشي نلون 1 تمام. أخضر جرين الأوراق الشجر باللون الأخضر. نشوف مثلا لون بني ماشي وليكن مثلا خلينا في اللون ده. تمام. دي 1 3. طيب نشوف اللي بعده عندنا نجيب اللون الأحمر استروبري اللي هي الفراولة. نقوم ملونين واحد. يلا نلون فراولة استروبري. تمام. نقوم ملونين الورقة بتاعتها باللون الأخضر. تمام. نشوف اللي بعده أبل تفاحة يعني تفاح يعني ايه أبل فنقوم ملونينها 1. يلا شاطرين نلون بقى في الكتاب بتاعنا زي ما احنا عايزين بس من غير ما يتقطع. شاطرين. تمام. 1 أبل ونلون العود بتاعها. شاطرين كده. الأخضر يبقى 1 أبل 1 ايه أبل 1 بنسل 1 3 1 ستروبري 1 أبل. يبقى الفاضل الموز نلونه باللون الأصفر. موز يعني ايه؟ موزة بنانا موز يعني ايه؟ بنانا. ونقوم ملونينها بالأصفر. تمام. يبقى عندنا هنا 1 بنانا. يبقى عندنا color 1 object in each group. عندنا هنا 1 pencil 1 tree 1 strawberry 1 apple 1 banana. شوف اللي بعده التالي underline يعني نعمل خط objects in each group يعني هو عايزنا نعمل خط على 2 بس من الجروب. طب عندنا هنا سمكة fish يبقى سمكة يعني ايه؟ fish. طيب هو عايزنا نعلم على 2 بس دومت 1 2 3. طب هو عايزنا نعلم على 2 نقوم معلمين على 2. نقوم مثلا عاملين اللون الأحمر. تمام. تفاش. طيب نحلة بي يبقى نقوم عاملين 1 2 بي 2 dog أو 2 dogs. طيب 2 بي نحلة بي. تمام ونمشيها ماشي.
يلا يلا. تمام. 2 cats. قطتين. يبقى دومت ايه؟ 2 cats. طيب رقم 3 circle each group of 3 objects. يعني هو عايزنا نعمل دايرة حوالين التلاتة في المجموعة. طيب عندنا 1 جيراف. 1 دي معانا؟ طبعا لا. يلا نشوف اللي بعده البيرد. ببغاء يعني ايه؟ باروت. باروت 1 2 3. طب هو عايزنا التلاتة، يبقى هنا نقوم عاملين عليها دايرة. طيب عندنا الحمار الوحشي، يبقى هو عندنا رقم كام؟ 1 2. يبقى هو عايزنا رقم 3، يبقى دي مش معانا. الشيبس الخروف. طيب هم مش هما 3، نقوم عاملين عليهم دايرة. ضفدعة رقم 3 فيهم هنا 3 1 2 3 صح. البطة الدق يبقى رقم 2 لا، البطة مش معانا. البطة مش ايه؟ مش معانا. طيب نشوف اللي بعده. For draw dots to show each numbers of on the 5 farmers. طيب عندنا هنا رقم كام؟ 1 2 3. يبقى 1 2 3. 2 duck 1 2. 3 cats 1 2 3. 1 الجرار 1. طيب نشوف اللي بعده. 5 count in color the correct number. طيب عايزين نعد ونلون العدد الموجود. عندنا 2 elephants 1 2. يبقى نقوم عاملين عليها دايرة. 2 elephants. دي الدوج يبقى 1 dog. عندنا هنا أسماك 1 2 3. يبقى هيكون كام؟ رقم 3 3 fish. اللي بعده match. عايزنا نوصل. عندنا البيتزا surprise أو gift B. طيب عندنا هنا البيتزا كام بيتزا؟ 2 1 2. الجيفت أو surprise 3. النحلة 1. ونقوم موصلين هنا 2 3 1. تمام. شوف اللي بعده. 7 draw heart account the given number. يعني هو عايزنا نرسم قلب في عدد قلب في المربعات. طيب عندنا هنا قلب واحد في رقم 1. نقوم عاملين كده 2 دي كده 2 3 1 2 3. تمام. وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم من لسون 1 جريد 1. وبكده نكون خلصنا ان شاء الله، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في كل جديد.